حول ظاهرة العنف داخل الملاهي، حيث أصبحت للأسف الشديد هذه الأخيرة تؤرق الرأي العام وتمس بصورة مباشرة بالقيم النبيلة التي من أجلها خلقت الرياضة. فأصبح المشاهد للأسف عوض مشاهدة مباراة لكرة القدم على سبيل المثال والاستمتاع بمجرياتها، أصبح يشاهد مباراة أخرى داخل المدرجات عنوانها الشغب، السب، القذف والتخريب. اليوم الجمعية تنظم ندوة وطنية حول ظاهرة الشغب الملاعب أو ما يعرف بالعنف في الملاعب، على ضوء الاستحقاقات القادمة اللي كما تنعرفوا جميع المغرب غادي ينظم ملتقيات وتظاهرات كبيرة، خاصة كأس إفريقيا للأمم، كأس العالم 2030. وكما تنعرفوا أن ظاهرة ديال العنف اللي هي ظاهرة مقلقة، لذلك الجمعية ارتأت أنها توجه دعوة لمجموعة من الخبراء اللي غادي يحاولوا يعالجوا الظاهرة من مختلف الجوانب، سواء الجوانب الشرعية، الجانب القانوني، الجانب الأمني، الجانب البيداغوجي السوسيولوجي والتربوي. والهدف الأول والأخير هو كيف يمكن الأستاذ التربية البدنية أن يساهم في تكوين واحد المشجع يحب الفريق ديالو، يحترم الخصم ديالو، في نفس الوقت يحافظ على الوطن ديالو. كما قلت المداخلات فاستدعينا ناس من مختلف التخصصات. السيد رئيس المجلس العلمي الجهوي اللي غادي يحاول يدير مقاربه دينيه شرعيه لهذه الظاهره، ساده متخصصين في القانون اللي غادي يعالجوها من المنظور القانوني، ناس ديال السوسيولوجيين غيعالجوها من المقاربه السوسيولوجيه، الناس الامنيين غيعطونا المقاربه الامنيه ديالهم، والناس يعني التربويين يعني الدور المدرسه، كيف يمكن للمدرسه ان تساهم في الحد من هذه الظاهره. المجال ديال هذا الموضوع هو العنف بصفه عامه، والعنف في الملاعب الرياضيه بصفتي كاطار ديال وزاره التربيه الوطنيه وكسابق وكاطار في التربيه البدنيه والرياضه المدرسيه، ارتأيت من التدخل ديالي بان كيفاش ممكن نحاربوا هذا العنف في الملاعب الرياضيه انطلاقا من ماده التربيه البدنيه ومن الرياضه المدرسيه كذلك. حنا كنعرفوا بان المدرسه في حد ذاتها هي مدرسه اللي الفيكول لي فالورز، ديال القيم، وهذه القيم هذه كنلقاو عند وليداتنا، والاستاذ ديال التربيه البدنيه كيهموا القيم وكيهموا التربيه ديال الوليدات اكثر ما كيهموا لا بيرفورمانس اللي غيديروا هاد الوليدات في الانواع الرياضيه. وبالتالي كيبان لي بان الموضوع في حد ذاته هو موضوع مهم، بحكم ان المغرب مقبل على تنظيم كأس إفريقيا في 2025 وكأس العالم في 2030، وبالتالي فكنلاحظوا في الملاعب الرياضية وغير ماشي بعيد أن الديربي الأخراني اللي كان عندنا في الدار البيضاء كانوا فيه بعض التجاوزات من طرف الجمهور. إذن كتربية بدنية، كمدرسة، كرياضة مدرسية، كيفاش ممكن حنا نوجدوا الجمهور ديال غدا في 2030 من خلال الحصص ديال التربية البدنية ومن خلال الحصص ديال الجمعية الرياضية وديال الرياضة المدرسية. جئنا لنشارك اليوم هذا النشاط الذي تنظمه جمعية أستاذات وأساتذة التربية البدنية، والذي ينكب حول موضوع مهم هو موضوع الشغب الرياضي، من أجل بيان خطورة هذه الظاهرة وإبراز عواقبها، سيما وأن المغرب قد انخرط في أوراش رياضية مهمة تعتبر جبهة من جبهات الإصلاح. فلذلك شاركنا بمداخلة في موضوع بيان القول الشرعي في الشغب الرياضي، لنبين بأن الشغب إنما هو ظاهرة ممنوعة، وأن الجمهور وأن الرياضيين وأن الناس كل الناس ينبغي أن ينتبهوا إلى خطورة هذه الظاهرة لما ينجم عنها من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية. وعلى كل حال فإن هذه الظاهرة خطيرة، ولذلك وجب تضافر الجهود من أجل السعي إلى تجاوزها لكي نسهم جميعا في الأمن والأمان والسلم، ولكي تؤدي الرياضة مقاصدها المرجوة. المداخلة ديال اليوم اللي جات من تنظيم جمعية أساتذة التربية البدنية بالجهة ديال بني ملال هي مبادرة جميلة جدا في إطار تنامي العنف في الملاعب الرياضية. والمداخله ديالي ان شاء الله كانت حول يعني ظواهر العنف، لانه خصنا نتفاهموا بانه ما كاينش عنف واحد، كاين عديد الانواع من العنف، ثم اهم المسببات اللي يمكن نستصفوها من خلال الابحاث اللي كنديروا.
وبالتالي عندنا ما عندناش عنف واحد، عندنا على الاقل 4 انواع ديال العنف: عنف لفظي، عنف رمزي، عندنا عنف جسدي، وثم عندنا وليد الساعه اللي هو العنف السيبراني. المقاربه يعني اللي خصها تكون لهذا العنف هذا هي مقاربه اللي خصها تكون شموليه، وبالتالي خصها تاخذ جميع الاطراف بعين الاعتبار. داكشي علاش معنا اليوم اساتذه ديال التربيه البدنيه اللي غياخذوا مقاربه تربويه، عندنا ناس ديال الامن اللي كياخذوا مقاربه امنيه، ثم عندنا ناس باحثين في السوسيولوجيا اللي كياخذوا مقاربه سوسيولوجيه، ثم مقاربه دينيه. يعني جمع بين هاد الاخوان هادو كاملين في ندوه واحده يمكن يعطينا حلول يعني التظاهرات الرياضيه القادمه. عندنا كاس افريقيا يعني بقى لها شهر، عندنا كاس العالم اللي مازال لها يعني 5 سنوات، يمكن كافيه او لا ما كافياش باش اننا نقدروا على الاقل ننزلوا شويه من المسببات الاساسيه للعنف. فهذا غيكون اساسي في هذه الندوه، وهذا يعني اعتقد بانه شيء ممتاز وممتاز جدا.